بيان منظمة سارة لمناهضة العنف ضد المرأة بمناسبة اليوم العالمي للعنف نعلن عن حملتنا تحت شعار الشرف لا يكون بجسد المرأة، الشرف يكون بحرية المجتمع والأرض. مع تصاعد الفكر الذكوري وانتشار العنف وظهور التسلط والاستبداد، تكرست عبودية المرأة وهمش دورها في المجتمع وعمت الفوضى، فكان القتل بذريعة الشرف وزواج القاصر والطلاق والفقر والتفكك الأسري وعمالة الأطفال كلها أمراض مجتمعية انتشرت وما زالت إلى يومنا هذا. وبالرغم من النضال المستمر للمرأة من أجل نيل الحقوق والحريات والحصول على مكتسبات قيمة في شمال وشرق سوريا، مثل المشاركة في جميع مجالات الحياة والإصدار القوانين الخاصة بها ونظام الرئاسة المشتركة، ومع كل التطورات ما زال العنف يتفاقم في مناطقنا وما زالت المرأة تقتل وتحرم من حقوقها، مما يستوجب النضال الدؤوب ونشر الوعي ومتابعة القضايا وتطبيق القوانين للحد من هذه التجاوزات والانتهاكات بحق النساء للوصول إلى المجتمع الديمقراطي السليم الخالي من العنف عن طريق بناء الحياة التشاركية الندية. لهذا يتم استهداف المرأة من قبل الدولة الاحتلال التركي تخوفا من إرادتها وقوتها، لأننا نعلم في مجتمع إذا تحررت به المرأة وتقدمت وتطورت تحرر المجتمع، وهذا يعني زوال الحروب والعنف وإحلال السلام في المجتمع، حيث يتم الإعلان عن بدء حملة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة 25/11/2023 على مستوى شمال شرق سوريا تحت شعار الشرف لا يكون بجسد المرأة، الشرف يكون بحرية المجتمع والأرض. سوف نستهدف النساء والرجال في القرى والبلدات وأطراف المدن، وضمن فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة نعلن لكم برنامج الحملة: أخذ آراء أي استطلاع الرأي في الشارع عن اليوم العالمي للمرأة، عمل جلسة حوارية بالتشبيك مع مجلس المرأة الديني، إعطاء محاضرات في النواحي والمدارس. سيتم التشبيك مع منظمات نسائية من أجل عمل جلسة حوارية عن قصص نجاح النساء وعرض سينفزيون. سيتم زيارة قرية المرأة جينوار بالتشبيك مع منظمات نسائية. سيتم تلصيق ملصقات عن العنف. سيتم توزيع بروشورات تعريفية عن اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. سيتم تنظيم مشي ليلا، وسيتم عرض عمل مسرحي صغير بالتنسيق مع الهلال الذهبي، وسوف يتم كتابة أسماء الشهيدات على البالونات.